لو اتفرجت على فيلم صيني او كوري او اي دولة من دول شرق اسيا هتلاقيهم بياكلوا بالعصا. يعني احنا دخلنا على 2022 اهم وهم لسه بياكلوا بالعصا. لو حتى دخلت اي مطعم صيني في اي مكان في العالم برضه هتلاقيهم بياكلوا في العصا. مش عارف هم غاويين يتعبوا نفسهم. حتى الاكل ده لو كان رز مثلا برضه هياكلوه بالعصا. يعني ما في حاجة يا جدعان اسمها معلقة. مش فاهم انا. لو مثلا دي عصاية اقعد اعمل انا كده. اهلا بيكم في قناة قلم جاف، والنهارده هنعرف ليه الصينيين بياكلوا بالعصا. اتش سالم. الموضوع بدايته ان فيلسوف في الصين القديمة زمان كان اسمه كونفوش كون... كونف... كونف... هكتب اسمه دلوقتي على الشاشة احسن. الفيلسوف اللي انا مش عارف انطق اسمه ده بدأ يجمع رأي الناس عشان يعرفوا طريقة الاكل الجديدة، يعني هناكل ازاي، لان هو كان شايف ان الاكل اللي بالايد كده على طول دي طريقة اشمئزاز كده، ومش موضوع حضاري خالص. طبعا الناس ساعتها طب ليه ناكل بايدينا، ما في حاجة اسمها معلقة وشوكة وسكينة والحاجات موجودة اهي. طبعا هو برضو رفض الكلام ده وقال لهم وجهة نظر كده بسيطة، ان الادوات دي مش ادوات اكل، يعني دي ادوات حرب. ايوه يعني ادوات، يعني انا بدل ما اروح احارب امسك حاجة لا امسك معلقة في ايدي. دي كانت وجهة نظره ان الادوات دي ادوات حرب مش اكل. مكانهم جنب ادوات التسليح والحروب ما ينفعش يبقى على ترابيزة الاكل. دي كانت وجهة نظره. بما ان الصين بقى دولة مسالمة فما ينفعش المواطن الصيني يمسك بقى ادوات حادة في ايده تبع القتال، فما ينفعش الكلام ده. دي كانت وجهة نظره، وابتدت من هنا تظهر أدوات الأعواد الخشبية أو العصاية اللي احنا بنسميها دي. وبما إن الأدوات دي خشب، يعني أنت كده ماسك حاجات مش حادة، يبقى أنت كده راجل مسالم. وفعلا ابتدوا يصنعوا الأدوات الخشبية دي من خشب معين وبطريقة معينة، والخشب ده كان اسمه خشب البامبو. وكل واحد بقى بيحب السلام والهدوء وافق كلام الفيلسوف اللي أنا مش عارف أقول اسمه ده. اقتنعوا بالكلام بتاع الفيلسوف ده وبدأ يورثوها من جيل لجيل. وبقت الثقافة دي اسمها ثقافة السلام عند كل دول شرق آسيا: الصين، كوريا، اليابان، تايوان، وغيرهم كتير. وطبعا انتوا اكيد زي يعني سلم ايه وحروب ايه اللي في سكينة وشوكة وبتاع كده. بس برضو نحترم الثقافة بتاعتهم. ومن ضمن الثقافات بتاعتهم في الأكل برضو إن الأكل بيجي الأول وبعدين الأعواد الخشبية دي العصاية اللي هما بياكلوا بيها دي. احنا طبعا بيجي السكينة والشوكة والمعلقة الأول وبيجي لنا بعدين الأكل. مش فاهم ايه وجهة النظر بصراحة، بس دي برضو ثقافة بتاع الأكل بتاعتهم. وما ينفعش خالص إنك تمسك الأعواد الخشبية كده وتفضل تعمل بيها كده كده كده، ده عندهم ممنوع. الأعواد دي أو العصاية دي ويبقى وشها للأكل عشان تقدر تاكل بيها. وبرضه من الثقافة دي ما ينفعش تمسك عود الخشب كده، لأن اللي بيتمسك كده اللي هي الأدوات الحرب أو أدوات التسليح زي ما هما بيقولوا، ودي أدوات أكل لازم تتمسك بطريقة معينة. دي الثقافة بتاعتهم في الأكل، سواء بقى تختلف أو تتفق لازم نحترمها. بعيدا بقى ان انا هحترم الثقافه دي وبتاع، هما بياكلوا الرز ازاي يعني؟ انا مش فاهم يعني. ده أنا لو رحت تقريبا وكلتها بمعلقه على الواد هيديني جائزه نوبل وانا قاعد. بعيدا ان انا بقى بحترم الثقافه دي، بس انا هفضل اكل الرز بمعلقه، وبنصح اي حد ياكل الرز بمعلقه حتى لو كان صيني. وبس كده، اتمنى تكون المعلومه وصلت. لو اول مره تشوفني سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. ولو عايز سؤال معين او اقتراح معين اكتبه في الكومنتات نعمله في الحلقه اللي جايه. ويلا بقى، سلام عليكم.